السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى عبد العزيز ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض أسرع سلطة الطحينة، هتزينيها زي المطاعم بالظبط. يلا بينا ندخل على الطريقة. معايا بولة بنزل فيها مقدار الطحينة اللي أنا عايزاه، بنزل بشوية مية ساقعة او ميه من الحنفيه. ميه سخنه لا، الميه السخنه بتغمق الطحينه وبتعمل قشر على الوش. بفضل اضرب في الطحينه لحد ما اللون يفتح معايا. لونها بقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده. حسيتها تقيله شويه بخففها اكتر. خلاص معايا البهارات بتاعتها، معلقه توم باودر، نص معلقه توم باودر، نص معلقه كمون ورشه ملح والثوم وكزبره ناشفه. لو مش حابه تحط توم صحيح ما تحطيش، انا دي عشان اي مشويات بحط توم صحيح. بقلب ده مع بعض وبحط معلقتين خل. الخل بيديها تماسك وطعم حلو قوي. وبضيف لها عصير ليمونه وبقلب كل المكونات دي مع بعض. وطبعا انا ضفت زيت بس ما تصورش معاكم. بعد كده بقلبها وانزل بيها طبق وابدا ازين بقى الطحينه. معايا معلقه بابريكا او شطه واضيف عليها زيت، وفي طبق تاني معايا معلقه صغيره كمون واضيف عليها زيت. البابريكا او الشطه ما اضيف عليهم الزيت يدوني اللون الاحمر ده كده عشان نزينها، والكمون عليه الزيت بيديني اللون الاخضر. يلا بقى هنزينها. هعمل خطوط بالطول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنيجي بقى كمون على الزيت اداني اللون الاخضر. هعمل برضو خطوط بالطول، يعني خط من الاحمر وخط من الاخضر. واجيب معايا خلة هبدأ اخد الخطوط دي رايح جاي زي ما انتوا شايفين كده في الشكل. رايح جاي هيدينا الشكل اللي انتوا شفتوه ده في الاخر. احاول اخليني من على الوش شويه، ما نزلش ايدي تحت عشان الطحينه ما تجيش معايا وتبوظ لي الشكل. خلاص بقى شوفوا الشكل في النهايه عامل ازاي. يا رب تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.